صباح الخير على احلى واجمل متابعين في العالم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحه وراحه بال. النهارده انا جاي لكم بيوم جديد وروتين قوي جدا جدا جدا، ان شاء الله تاخدي منه افكار حلوه جدا وتاخدي منه باور وطاقه، تقومي تكملي كل اللي وراكي وتقومي تخلصي اي حاجه انت سايباها ومكسله انك تعمليها. اتفرجي بقى على الفيديو ده، اعملي كوبايه نسكافيه كده تفوقك، واتفرجي بقى على الفيديو ده وبعديها هتقومي بصي هتاخدي من الفيديو ده طاقه فعلا رهيبه، وهتقومي على طول بقى ايه تخلصي كل اللي وراكي. لو انت اول مره بقى تشوفي القناه، احب ارحب بيكي واعرفك بنفسي. انا اختك ايه، ودي قناتي من بيت ايه. ويكون شرف كبير جدا جدا ليا انك تنضمي عندي في القناه وتكوني اخت من اخواتي. وكمان عايزاكي بقى تفعلي الجرس وتختاري علامة الكل علشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله في القناة. كمان بقى ما تنسيش انك تسيبي لي كومنت حلو منك تحت في التعليقات عشان اعرف انك جديدة وادخل ارحب بيكي. بحب ارحب بكل اخواتي واصحابي وعيلتي الجميلة، عيلة من بيت ايه. ربنا يخليكم ليا يا رب، وان شاء الله كده عيلتنا تكبر اكتر واكتر. بحبكم جدا وربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي العمر كله، اللهم امين يا رب العالمين. طمنوني بقى عليكم واكتبوا لي تحت بقى في التعليقات. يلا بينا بقى ندخل في الفيديو كده. هو دخل اوريدي خلاص، يعني الفيديو اشتغل من اول ما بدأته. وطبعا كالعاده ياسر لازم يعني يدخل معايا كده في الصوت. المهم بقى كده ايه عملت ايه بقى؟ كنت انا محتاجه كده انشر، فالقلم بصراحه كان شكله مش عاجبني. جبت كده الجلانس، قعدت ايه ارش كده والمع وامسح كده وانفض التراب ولمعت وظبطته، خليته حلو جدا. المهم بقى كده ايه، انا الصبح اصلا لما قمت بدري قمت كده فطرت، عملت كده ساندوتش جبنه وعملت كوبايه نسكافيه، وكنت مشغله بقى الغساله. بصوا بقى روتين النهارده كده، يعني الحاجات اللي انا هعملها معاكم دي حاجات معموله كده بصوا على مزاج، يعني اللي هو ايه، بشوف ايه اللي عندي اللي مش متظبط بظبطه. وحاسه ان انا يعني التفاصيل الصغيره اللي انا بحب اعملها دي بجد بجد بتفرق معايا جدا في نظافه الحاجه، وان هي تفضل اكبر وقت ممكن نظيفه ومتنظمه ومترتبه، ما فيهاش اي حاجه وما فيش اي بهدله. تمام. فقلت بقى كده ايه، انشر الاول معاكم بقى كده. بعد كده بقى ادخل بقى اشوف هعمل ايه، اشوف بقى الحاجات اللي انا هعملها جوه. هعمل شويه حاجات في المطبخ، وهعمل بقى كده ايه، هلم كل بسكوتات البيت. كانت عايزه بصراحه تتغسل وتتظبط. في حاجات بقى كانت فيها يعني باسكت اعزكم الله، باسكت القمامه بتاع المطبخ، باسكت التويليت، باسكت اوضه النوم. ففي حاجات كده كانت بصراحه عايزه تتظبط كده وتتغسل كويس جدا. نشرت بقى كده وظبطت. بصوا انا بحب قوي، يعني من ضمن الفقرات اللي انا شخصيا بحبها اعملها معاكم في القناه فقره تنشير الغسيل بصراحه. يعني بحس كده ما اعرفش بمتعه كده ما اعرفش في حد زيي ولا لا. يعني انا بتفرج على حد بينشر في الفيديو بتاعه يعني وكده. بصراحه يعني ببقى مبسوطه جدا وببقى حابه ان الفقره دي تبقى موجوده اساسيه. عايزاكم بقى تكتبوا لي ايه الفقرات اللي انتوا حابينها تكون موجوده معايا في الفيديوهات بتاعتي يوميا. تمام. يعني الناس اللي هي بتحب فقره المواعين، اهو اديني ثبت لكم فقره المواعين كل يوم بغسل لكم المواعين، مع انه والله ساعات بيبقى ما عنديش مواعين اصلا، بيبقوا طبقين وخلاص. بس بضطر بقى ان انا ايه، يعني عشان خاطر يبقى الفقره يعني ما تبقاش صغيره. بحاول كده ايه مثلا ايه اجمع، اشوف ايه اللي في التلاجة عايز يتغسل اجمعه. إيه ممكن مثلا نكون فطرنا والطبق ولا طبقين، لا استنى اقول ايه لما بعد الغدا كمان اخد مواعين الغدا، عشان خاطر والله عشان خاطر عيونكم انتم، يعني اللي هو الناس اللي هي طالبه مني فقره المواعين. بطول بقى طبعا فيها عشان خاطر انتوا بتحبوا كده وبتستمتعوا بكده وبتتشجعوا بكده. عايزاكم تقولوا لي برضو سرعة الفيديو ايه رأيكم فيها؟ عايزيني ابطأ ولا اخلي السرعة دي زي ما هي، ولا اسرع اكتر؟ بس تهيألي لو سرعت اكتر بيبقى التفاصيل بتخلص، لان ساعات بيبقى فيه حاجات انا بصورها يعني هي ما بتبقاش طويلة. يعني لو انا عندي مثلا كم مواعين قد كده ممكن يتهيألي ان انا يعني اطول او اسرع شوية. بس لما بتكون الفقرة يعني مش يعني ما فيهاش مدة كتيرة، فلما بيتضغط يعني انا يمكن عامله السرعه هنا 2.5. لما بتضغط السرعه يعني لو هي مثلا مدتها مثلا 10 دقايق، يعني غالبا كده مثلا بتبقى مدة يعني مع بعد ما بعملها 2.5، ممكن تلاقيه مثلا مدة الفيديو 3 دقايق، 3 دقايق ونص. يعني ده هو من بعد 10 بقت كده. فأنا عايزاكم تقولوا لي يعني مدة الفيديو كده، قصدي سرعة الفيديو كده حلوة ولا لأ، وايه الفقرات اللي انتوا حابين ان انا انزلها لكم باستمرار. فقرة المواعين انا مثبتها معاكم كل يوم. فقرة الغسيل، نشر الغسيل،
يعتبر برضو انا كان فيديو كده ورا بعض، متهيألي ان انا برضو حطوها، بس مش شرط والله، يعني ساعات بيبقى فيه غسيل وساعات لا يعني، بس انا عشان اليومين دول عندي غسيل، فتلاقوني كده على طول معاكم في الغسيل، وخاصة طبعا ان انا بشيل الحاجات الشتوي وبدخل الحاجات الصيفي، فطبعا بقى بلم بقى بلملم بقى كل حاجة عندي عايزة تتغسل وعايزة تتظبط، إلى جانب بقى طبعا إن احنا بناخد شاور بقى، بنغير، عايزين نغسل هدومنا، الولاد بيغيروا على طول، فطبعا محتاجة بقى إن أنا على طول أغسل يعني. فعايزاكم بس ضروري بجد تكتبوا لي تحت الفقرات اللي انتوا حابين ان انا انزلها لكم، اصورها معاكم وتبقى ثابته معاكم في الروتينات اليوميه، ومده الفيديو او سرعه الفيديو، اسفه، رايكم فيها ايه. بصوا بقى، وانا بتكلم معاكم خلصت المواعين، اخدت بقى اخدت كمان الكوسترات كده اللي انا حطاها على الرخامه. انا بحب بصراحه لما اجي اغسل المواعين اعمل الرخامه، يعني بعتبر ان الرخامه والبوتاجاز كانهم طبق، يعني فاهمين اللي هو كانهم طبق من ضمن الحاجات اللي انا بغسلها. فعايزاكم كده تتشجعوا برضو معايا كده وما تكسلوش. بالذات البوتاجاز، يعني انا اشوف ناس كتيره تقعد تغسل المواعين وتسيب البوتاجاز تغسله، ما تغسلهوش. مرة مع التانية مع التالتة مع الرابعة تلاقي البوتاجاز مليان دهون ومليان حاجات لازقة، بتضطر انها تستخدم بقى الباور والحاجات دي كلها، وتيجي تشتكي تقول الحاجة غالية، تيجي تشتكي تقول ما فيش الحاجة بتخلص بسرعة، احنا على طول بنشتري. انا والله ممكن اكون بجيب ازازة باور مثلا، او اللي هي يعني الحاجات الدهون مثلا لاستر باور، يعني اي حاجه من اللي هي بتاعت الدهون دي يا بنات. ممكن الازازه، عايزه اقول لكم ممكن ساعات تقعد معايا شهر، شهر ونص، نتيجه ان انا ايدي اول باول في البوتاجاز. يعني انا ما ببيتش البوتاجاز، لو بيت البوتاجاز فيه دهون ولزقت بضطر طبعا ان انا احط باور، وساعات والله ما بحط، يعني شويه الصابون مع شويه مع حته سلكه كده بدعك بتطلع زي الفل. فانتي طول ما ايدك في الحاجه اول باول، الحاجه عمرك مع الحاجه هتتبهدل عندك، وعمرك ما هتضطري انك تستخدمي بقى مساحيق ومنظفات قوية وغالية، والحاجات طبعا دلوقتي غالية، يعني شوفي الازازة، اقل ازازة بحاجة و80، حاجة و70، في بحاجة و60، في حاجة يعني حاجة و90، حاجات غالية بجد، الحاجات فعلا غالية. انا ممكن كمان الاسعار بتاعت الحاجة مش ببقى عندي كده ابديت ليها يعني باستمرار، عشان خاطر انا كل فترة بجيب، انتوا فاهمين، يعني كل فترة حلوة، مش باستمرار. في حاجات بجيبها على طول، في حاجات بتقعد معايا مثلا فترة كده شهر ونص، شهرين، وتلاقوني جبت تاني، فممكن الحاجة بقى أسعارها بتتغير، الكلام ده كله. ف... فطبعا انا بقى طول ما انت ايدك في الحاجه كده اول باول، وطول ما انت بتنضفي كده باستمرار، الحاجه عندك عمرها ما تتبهدل، فبالتالي مش بتضطري انك تشتري مساحيق كتير او منظفات كتيره غاليه بقى وما تعيش معاكي يعني. المهم بقى كده خلصنا البوتاجاز، خليناه زي الفل، قشطه كده قشطه، وعملنا كمان الرخامه. دخلنا كمان بقى كده عند الضرفه دي اللي هي الازاز. تبلي في ناس بتنساها، يعني ما يعني ساعات كده في الاقي ناس كده تنسى اصلا تلمع الالوميتال، وتنسى انها يعني تعمل تنظيفه كده وتلميعه للالوميتال. فانا اللي هي انا بفكركم، يعني انا لما بعمل معاكم الحاجات التفاصيل دي، الحاجات دي والله بفكركم يعني بصي، طب ايه رايك خدي معاكي ضرفه الازاز دي اعمليها بالمره، مش هتاخد منك وقت، انا عملتها بالجلانس مش اكتر والله. انا كمان خلي بالكم، يعني انا بحب اعمل كمان بحب اعمل بالديتول والميه، يعني اخلي كده معايا ازازه فيها ديتول وميه، او فيها كلوركس الوان وميه مخفف طبعا. ما عنديش خلاص جلانس اي حاجه والله العظيم، ان شاء الله لو حبت يعني اقول لكم يعني لو حبت صابون مواعين بسيط جدا مع شويه ميه، شويه كلوركس الوان مع ميه، شويه ديتول مع ميه، ان شاء الله. لو الديتول اللي انت بتجيبيه يعني مش لازم الديتول الغالي اللي هو بمبلغ يعني، لا طبعا. هاتي ديتول اللي هو السايب من عند اللي هو بتاع صابون المواعين والكلام ده، جيبيه وعبي ازازتك، وخدي منه غطاين ولا حاجه، حطيهم على ازازه ميه كده بخاخه، ورشي على طول يعني. زي ما انتوا ما شفتوا كده يا بنات، خلصت الضرفه الازاز، واخدت كمان بالمره صفايه اللي هي الستانلس دي، قلت اغسلها بالمره. وهنا بقى وسط فتحت الدرج الاولاني لقيته متبهدل شويه، تملي الدرج ده بيتبهدل لانه اول واحد كده من فوق، وتملي احنا بنستخدمه على طول باستمرار لما بناخد مثلا من معالق الشوك السكاكين الحاجات دي. فقلت كده بقى بالمره برضو المعه كده بالجلانس كده، لمعته وخليته زي الفل. وكمان اخدت كمان الادراج من بره كلها، لمعتها كده وظبطتها وخليتها برضو زي الفل. هنا كنت بحط بس المسكات السيليكون، كنت غسلاها برضو وقلت احطها.
هنا اهو رجعت تاني صفيت بقى المواعين، رجعتها في مكانها، نشفتها ورجعتها. وانا خدت بقى كمان المنظم بقى المعالق ده. قلت بقى كده بالمرة برضو ايه اغسله كده واخليه برضو ارجعه كده زي الفل، علشان لما ارجع فيه تاني المعالق بقى والحاجة، تبقى الدنيا كده عندي نظيفة ومتنظمة، مفيش اي حاجة خالص. تملي التفاصيل الصغيرة دي اهتموا بيها زي ما قلت لكم. انا والله يعني انا من محبين الحاجات اللي هي فيها تفاصيل، يعني مش الحاجة الظاهرية. يعني انا بحب الحاجات الداخلية جدا جدا في التنظيف. يعني بمعنى ابقى عارفة مثلا ان انا خدت الدرج ده، عملت ده عملت ده عملت ده، فتلاقي جمعوا كده معايا روتين حلو قوي. يعني اللي هو ايه، ان انا بطلع من يومي الله ده انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فالحاجات دي فعلا فرقت معايا جدا. غير لما انا، ما انت كده مثلا بتروقي من بره، بتكنسي من بره ماشي، بتلمعي الحاجات اللي من بره، لكن جوه بقى الادراج الحاجات اللي هي بتبقى جوه الحاجه المداريه دي، ايه نظامها معاكي؟ يعني تشجعي كده وقومي خلصيها. يعني عايزاكي كده تبقي، يعني تبقي ست بيت شاطره كده، قروبه كده، عارفه دواخل بيتك، وعارفه تفاصيل بيتك، وعارفه كل حاجه عندك في بيتك، عشان كده تبقي يعني ست كده، يعني ما حصلتيش. الحاجات دي بتفرق جدا جدا. بصوا بقى، انا بحب المع كمان الحوض، وكمان البوتاجاز كنت ملمعته ماكسيل. عايزه اقول لكم تحفه تحفه في التلميع، بيخلي الحاجه كده بصوا بتبرق. قمعت كده بقى الحوض كده وخليته بيبرق. طبعا احنا هنستعمل تاني الحوض، بس يعني منظر المطبخ كده لما تيجي تدخلي كده منه فيه قصدي، او جوزك يدخل كده، يعني عارفه اللي هو يفتح النفس انك تقفي كده فيه وتعملي في كل حاجه انت عايزاها يعني. رجعت بقى هنا بقى ايه، نشفت طبعا المنظم، ورجعت بقى ايه الحاجه مكانها، المعالق والشوك والسكاكين والحاجات بقى اللي هي ايه اللي انا بحطها في الدرج دي. عندي كمان معالق وشوك بلاستيك وحاجات كده برضو، الولاد بحب ايه، كانوا بيبقوا جايين مع اللانش بوكس والحاجات دي بتاعتهم. ف... فاخدتها برضو بالمرة. وقلت كمان كده ايه احطها. طبعا هما بيستعملوها بقى لما بيجوا ايه، لما بيجوا مثلا ياكلوا زبادي ولا حاجه. هنا بقى كنست الارض، بصوا التراب وانا بكنس طالع بقى. فريده بقى كانت واقفه عند باب اوضه النوم، عايزه تطلع، قلت لها لا استني لما اخلص فصل راسها حتى باينه. تقول لي يا ماما انا مش هبين، اقول لها ادخلي جوه عشان بخلص وكده. قالت لي لا لا انا مش هبين، انا مش هبين، وبرضه في الاخر باين. المهم بقى كده ايه، كانت بصوا كميه التراب، بصوا طلعت كميه تراب حلوه محترمه يعني. المهم بقى كده ايه، كنست ولمعت الارض، وهلمع الارض برضه بشويه ديتول كده، كان عندي ديتول سايب، وشويه ميه كده بالموب وخلاص. يعني الدنيا رجعت زي الفل عندي، وبقت بصوا بتبرق كده بربرق. المهم بقى كده ايه، هلم بقى كل التراب وكل الحاجات بقى اللي كانت في الارض. تمام. انا بصوا تحسوا ان السيراميك عندي نظيف، يعني هو فعلا انا يعني ايه، حتت معينه بس فيه اللي تحسي ان عايزه بس تتعمل يعني. اهو بص، رشيت شويه ديتول، شويه ميه بقى كده. وطبعا هو عايزه اقول لكم ان الديتول السايب غير، ومش من اي حد كمان، غير الديتول اللي هو الاصلي، يعني اللي هو ماركه ديتول ذات نفسها. طبعا الديتول الاصلي يعني تحفه 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 يعني. بس احنا ايه بنقضي باللي موجود، يعني مش لازم، انت مش لمعتي اهو وخليتي الدنيا زي الفل، ايه يعني ايه المشكله؟ مش لازم تجيبي ديتول اصلا، جيبي حاجات بصي روحي كده عند بتاع المنظفات، جيبي بقى كل حاجه انت عايزاها، هتلاقي كل حاجه عندك وكله في متناول ايديكي. النظافه مش محتاجه مبالغ عشان تنظفي ولا عشان تعملي، لا 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 خالص. يعني بصوا النظافه ده يعني اسلوب حياة فعلا. يعني النظافة، الست النظيفة او الشخص النظيف هو اللي بيبقى عايز كده بأقل امكانيات يقدر ينظف ويظبط. انا عايزة ابقى اعمل معاكم برضو ايه، ظرفة او اللي هي الارفف بتاعة التوابل، ان شاء الله نبقى نعملها في فيديو كده، نتشجع كده بقى مع بعض. بصوا بقى المطبخ بعمل ازاي، بيبرق كده فله فله شمعة منورة. تعالوا بقى ندخل التويلت بقى كده. انا كنت زي ما قلت لكم لما كل الباسكتات بتاعه الشقه، الباسكت بقى بتاع القمامه بقى بتاع المطبخ والاوض والريسبشن والتويلت، بصوا لميت كله كله كده. وطبعا بقى بعد ما خلصت تنظيفهم بقى وظبطتهم، اخدت بقى معايا التويلت. بس انا بصراحه ما صورتوش، لان انا بصراحه عشت حياتي بقى، اخدت راحتي جدا جدا بقى فيه.
دعكت بقى البانيو، دعكت الحيطه، ودعكت التويلت، ودعكت الحوض. بص والله ظبطت كده، ظبطت كل حاجه، كل حاجه ظبطتها صراحه. إيه يعني طبعا انا لما هعمل حاجه زي كده اكيد طبعا هيتدلدق بقى شويه صابون، هيتدلدق ميه بقى برغاوي، ومثلا حاجات تكون فتفيت، حاجه نزلت وقعت أهو، شايفين كده على الحوض عامله ازاي. فطبعا لازم تنضفي انت، يعني التويليت ده انت اساسا يوميا لازم بتنضفيه، يعني اللي هو اقل حاجه هتعمليها ترشي شويه حاجات كده في الهاربك، ولا شويه صابون، ولا اي حاجه تحطيه في التويليت وتدعكي كده الحوض وانت واقفه. دي اقل حاجه هتعمليها في التويليت، اللي هو التنظيف اللي هو كده، اللي هو انت ممكن الصبح وبالليل. يعني انا ساعات والله بعمل مره اول ما اقوم من النوم يعني الصبح، وساعات بعمل كمان بالليل او في وسط اليوم يعني اعمل تاني. فلازم ايدك تبقى اول باول في الحاجه. فطبعا انا بقى خدت معايا التويليت بقى بالمره، عملت كله ظبطت بقى ونضفته كده، خليته فل. هوريه لكم برضو ايه في الاخر يعني. خدت بقى الباسكتات بقى كله بس، ودعكته كده وظبطتهم. انا بحب بصراحه حركه ان انا الم كل الباسوكت عندي واعملها مره واحده. يعني لما يكون باسكت واحد لا ما بكسل، يعني عارفين اللي هو ايه. لكن لا، الم كده كل الباسوكت اللي عندي و... واعملها بقى. بصراحه يعني بتشجع اكتر، وبحب كمان اشجعكم. انتوا عارفين ان انا بحب اعمل الفقرات اللي هي فيها تشجيع بالنسبه لكم. لمعت كده وظبطت. بس انا كنت حاطه بقى ايه شويه اوكسي باودر، اللي هو مسحوق اوكسي باودر، اللي هو الغسالات العاديه ده، الغسيل اليدوي ده. وشويه ديتول برضو من اللي انا كنت ايه ملمعه بيهم الارض، وشويه ميه بس كده، مش اكتر يعني. هنا بقى ايه قعدت بقى كده ايه حميت كده الباسوكت. حتى فريده بتقولي يا ماما ايه ده ماما، هو انتي بتحمي الباسوكت زي ما بتحمينا؟ قلت لها ايوه. بصي يعني هي قالت التعبير صح فعلا، انتي بتحمي الباسوكت. فانا فعلا حميتها، وبصوا ظبطتها خليتها كده بصوا فله. قومي بقى تشجعي، انا شجعتك النهارده، وما تنكريش ان الفيديو النهارده مليان تفاصيل حلوه جدا وفي حاجات تشجيعيه. ويا رب اكون انا وقناتي عند حسن ظنكم بيا، وان شاء الله كده عيلتنا تكبر. وانا بجد مبسوطه جدا بكل قمره دخلت عندي وانضمت عندي في القناه. وجودك ده بجد شرف كبير جدا. انا بحبكم جدا، بحبكم لان انتوا بجد ناس قمر، وناس بجد بتقدروا يعني المحتوى اللي انتوا بتتفرجوا عليه. وكلامكم بصراحة ليا بيشجعني، وكلامكم ليا بيخليني ان انا اكمل واكون موجودة متواجدة معاكم باستمرار في القناة. رغم ان انا بتيجي عليا حالات كده او اوقات كده بيأس، بس لا يعني انا اللي هو برجع تاني اقول لا انا هتشجع بيهم. هم اللي مقويني، هم اللي مشجعيني، هم اللي مخليني اتحمس واقوم كده اكمل في القناة. والحمد لله يعني انا يمكن مثلا في قنوات كتيرة ما شاء الله اللهم بارك وصلت دلوقتي لحاجة كبيرة. انا كنت بتابعهم من سنتين تلاتة وما شاء الله بقوا حاجة، يعني اللي هو نتيجة الصبر ونتيجة الشغل والمجهود اللي بتعمله في الفيديو. فربنا اكيد بيحقق لكل حد حاجة. يا رب ربنا يحقق لي انا وانتوا يا رب. واشوفكم بقى في فيديو جديد، اشوفكم على خير، توحشوني. مع السلامة.